السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم معاد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم في هذا الفيديو جوج ديال البيتزات بحال ديال المطاعم البنات، كتجي رطبة خفيفة زوينة ولذيذة. كلشي حضريه في دقة واحدة وها هي واجدة عندك. حضروها للفطور ديال اليوم ديالكم لرمضان. بصراحة كتجي يعني ساهلة في التحضير ديالها بدون تعقيدات، بلا ما تدلكي بلا ما تطلقي وتقطعي، يعني كل شيء غادي توجديه في دقة واحدة. من اليوم غتولي هي المعتمدة عندك، فغادي نخليكم مع المقادير. كنحتاجو كأس ديال الماء دافئ مع 2 كيسان ديال الدقيق، يعني الكمية ديال الدقيق كتكون نصفها ديال الماء. كيف قلت لكم 2 كيسان ديال الدقيق مع كاس ديال الماء دافئ مع ربع كاس ديال الزيت النباتية. وغادي نحتاجو ايضا ملعقه صغيره ديال الزعتر، ممكن اكثر ممكن اقل حسب اللي كتبغي. ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. عندنا ايضا ملعقه كبيره ديال السكر السنيده، وعندنا نصف ملعقه ديال الملح اللي كتكون ممسوحه. هادو هما المكونات ديال العجين اللي غادي نحضروا به البيتزا اليوم. صراحه يعني مكونات متوفرين في كل منزل وساهلين باش اننا نوجدوا معنا هذا العجين اللي كيعطينا جوج ديال البيتزات. كناخذ ملعقه كبيره ديال خميره الخبز، ملعقه كبيره ديال ملعقه كبيره ديال السنيده، ونصف ملعقه ديال الملح. وغادي نضيف كاس ديال الماء الدافئ، نفس الكاس اللي كتعبروا به الماء هو اللي كتكونوا عابرين به الدقيق. الخميره انا درت هنا الحبيبات، ممكن ديروا الخميره العاديه، يعني راه نفس النتيجه، غير انا كنستعمل هنا الحبيبات. كنخلط مزيان حتى كينسجم ليا الخليط، وغادي نضيف ربع كاس ديال الزيت النباتيه. ممكن تضيفوا زيت الزيتون تخلطوهم بجوج حتى هي مزيانه، ولكن انا هنا ضفت غير النباتيه. يعني حاولت انني نخدم بالاشياء اللي كتكون في البيت. وهنا غادي نضيفوا الدقيق، كي قلت لكم كاس ديال الماء مع 2 كيسان يكونوا عامرين البنات ديال الدقيق. كنأكد الكيسان يكونوا عامرين، يعني حتى ممسوحين من الفوق ديال الدقيق ويكونوا مغربلين. كنبدا نجمع الخليط غير بالاصابع ديالي، نحاولوا اننا نتكيسوا باش ما يطيرش لنا داك الدقيق كيف ما انا طار ليا. غادي نجمع الخليط، وكيف كيبان لكم العجين مرخوف، فيعني ما تخافوا ما والو. غتقول يمكن ما تنجحش معنا الوصفه. العجين كيبان لنا ان ام معاد كيبان لنا ان دايره جاري، فلا راه السر انها تكون هاد العجين مرخوفه باش كتنجح معنا الوصفه ديال العجين ديال البيتزا. كنحاول انني كنخلط غير بالاصابع ديالي، ما غندلكش بالكف وانما غير بالاصابع ديالي. بهذه الطريقه راه غادي تدلك لينا مزيان. وكنحاول انني نحيد داك الزائد اللي كيكون في الجوانب ديال القصريه. انا خدمت هنايا في هذه القصريه صغيره، ممكن تخدموا غير يعني في اناء يكون سوا بلاستيكي او لا زجاجي. وكنخلط مزيان. هنا غادي نضيف الزعتر. كيف قلت لكم ممكن تضيفوا نصف ملعقه ممكن ملعقه حسب الذوق، يعني الكميه كتبقى عينكم ميزانكم. الناس اللي كيبغوا الزعتر بالزايد راه غادي يضيفوا، كيعطي واحد النسمه زوينه للعجين ديالنا. غادي نزيد انا شويه، يعني درت واحد ملعقه ممسوحه من الزعتر تقريبا. وكنخلط بهذه الطريقه، وكنحاول انني نورك بصبعي باش كتنسجم داك الخليط كامل، يعني الزعتر مع العجين وكيدخل فيه. وكنحاول نحيد داك الزائد اللي في الجوانب. هنا من بعد ما خلطت الخليط كامل غادي نبداو كنجمع في العجين في الوسط. كيف كتشوفوا العجين راه كيبان مطلوق البنات، هانتوما يعني كيبان مرخوف، ولكن صراحه ملي غادي تجربوا هذا العجين غتردوا عليا الخبار في التعاليق. غادي نحاول انني نحيد داك الزايد اللي كيبقى ليا في اليد ديالي غير بواسطه الملعقه، وغادي نرجع معكم. هنا غادي ناخذ السلوفان وغادي نغطي العجين ديالنا، ما كندهنوه لا بزيت لا بوالو، يعني غادي نديروا السلوفان مباشره يعني فوق الاناء اللي غادي تخدموا فيه. وغادي نقطع السلوفان ونحاول انني نثبتو على الجوانب باش ما يدخلش ليا
اللي هو العجين، وكنخلوه حتى كيخمر لينا البنات مزيان. قد ما خمرات لينا العجين قد ما مزيان، يعني حتى كيتضاعف الحجم ديال العجين، عادي ديك الساعه ممكن نخدموا بها. وهنا غادي نغطوها بواحد السربيته وغادي نخلوها جانبا، يعني حتى كتبان لينا خمرات عاد غادي نرجعوا نخدموها. وغادي ندوزو باش نحضروا الحشوه ديال البيتزا. هنا اول حاجه كناخذ لاصوص، انا عندي هنا غير لاصوص ديال المنزل، يعني خدمتها غير بالمطيشه ديال الدار. هنا لاصوص ضفت ليه الزيت ديال الفيلي، الزيت ديال الفيلي هاد النوعيه اللي كتكون الكرتونه ديالو صفراء كيف كتشوفوا. كنحاول انني نقرب لكم الصوره ديالو. اللي بغات دير الطون راه دير الطون، يعني الزيت ديال الطون ممكن تا تضيفوه. اللي بغات تضيف زيت الزيتون راه تضيف زيت الزيتون. وكنضيف مع واحد الملعقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح فقط يعني، والزيت ديال الفيلي اولا ديال الطون اللي غادي تخدموا به، وتخلطوا مزيان وتخلوه حتى يختار. علاش؟ انا حيت خديت مطيشه من بعد ما غسلتها وقطعتها درتها في واحد الطنجره حتى غلات مزيان بدون اضافه ماء ولا نقطه ماء. كنخلوها حتى لا عافيه مهيله حتى كطيب لينا، ومن بعد كنخلوها كتبرد، كنطحنها كنصفيها اما في الصفاي اولا في شي شبكه حتى كتولي عندي يعني هاد لاصوص هادي. غير هي كتكون فيها شويه ديال الماء، غير الماء ديالها. كنخليها هنا في الكاسرونه كتختار كيف قلت لكم. كنضيف لها المكونات اللي ذكرنا في الاول، وغادي نشارك معكم الحشوه اللي غادي نديرو للبيتزا. هنايا كيف كتشوفوا هادو هما المكونات ديال الحشوه. اول حاجه لاصوص ديال البيتزا اللي حضرت معكم، كيف قلت لكم انا راه غير حضرتها غير بالمطيشه ديال الدار. ممكن ديروا نتوما لاصوص اللي كيكون جاهز، ولكن انا كنفضل هذا اللي كيكون صراحه كيجي لذيذ كيجي زوين وكنعرفوا يعني شنو كنخدموا. وهنا عندي الزيتون الاسود مقطع، عندي ايضا الفرماج احمر محكوك بالحكاكه الرقيقه. غادي نحتاجوا الفيلي اللي صفيناه من الزيت واللي ضفنا داك الزيت لاصوص ديال المطيشه. ممكن ديروا نتوما الطون، ممكن ديروا الكفته او الدجاج حسب اللي بغيتو. هنا الفلفله حمراء والفلفله خضراء اللي متوفره عندكم هي اللي غادي تستعملوها البنات. وهنا عندنا ايضا الزعتر اللي كيعطي واحد النسمه زوينه اللي غنديروه في الاخير. وهنا الزيت النباتي اللي غندهنوا بيدينا. وعندنا ايضا الدقيق اللي غادي نرشوا به الورق ديال اللي درنا فوق كل لاطه. هنا انا اللاطه درت لها هاد الورق ديال الطبخ باش ما تلصقش ليا لان العجين مطلوق شويه. ولكن اللي ما عندهاش الورق غادي دهن اللاطه بالزيت وغادي ترش مزيان بالدقيق. كنعاود ناكد ترش مزيان بالدقيق باش ما تلصقش معكم ويعني وتنجح معكم العجين. غادي ندوزو نتلاقاو من بعد ما خمرات لينا العجين. هنايا غادي نزول داك السلوفان كيف كتشوفوا، يعني العجين راه ضاعف الحجم ديالو. وهنا كيف قلت لكم قد ما خمرات قد ما غادي تنجح معنا العجين ديال البيتزا. يعني هاد العجين يعني 2 كيسان كيعطونا 2 ديال البيتزات، يعني في واحد الظرف يعني اللي وجيز، يعني في اسرع وقت ودغيا وكل شيء في دقه واحده. يعني ما كتبقاوش تتعجنوا ولا تدلكوا ولا تطلقوا بالمدلك وتقطعوا ونطيبوها نص طيبه كتاخذ منا الوقت. بصراحه هذه ساهله مهله البنات، كنتمنى انكم تجربوها. هنا غادي نخرج الهواء من العجين كامل كيف كتشوفوا. كنحيدوا من هذاك الهواء اللي كيكون فيها وغادي نقطعها الى نصفين. وكدهنوا يديكم البنات مزيان بالزيت. غادي نحاول انني ندهن يديا مزيان. كيف كتشوفوا راها مطلوقه كتبان لينا بحال ديال مول الشفنج. العجين اللي كيخدم بها مول الشفنج بحالها تقريبا. هنا من بعد ما دهنت يديا صافي كنزول الكره الاولى وكنخلي الثانيه في القصريه. الاولى يعني درتها في اللاطه الفوق الورق ديال الطبخ اللي حتى هو رشيته بالدقيق. كنقادها بحال الشكل ديال الكويره هكاك. صافي الجهه الملسه كتكون لتحت والجهه اللي كتكون يعني جهه يدي هي اللي كتكون الفوق. صافي وكنحاول من بعد ما دهنت يديا بالزيت كندهنوهم مزيان باش تسهل علينا اننا نقرصوها. كنبدا كنقرص واخا يعني كتبان لكم ان شويه غادي تجيكم في البدايه صعيبه، ولكن راها صراحه رطبه البنات ديك العجينه، يعني كتساعدنا حتى هي دغيا كتطلق كتتم غاديه تابعه اليد ديالنا. كنحاول نشكلها على شكل دائري
اللي بغات دير هاد العجينه يعني بلا ما تقسمها على جوج، راه ممكن ديرها يعني في عجينه وحده على لاطه وحده تكون مربعه اولا دائريه في دقه وحده، يعني اللي ما بغاتش تقسمها على جوج كيبقى لكم نتوما الاختيار. كنحاول لان العجينه راها مطلوقه البنات كيف قلت لكم، كنحاول انني نساعد معها باش تطلق ليا، وقد ما دهنتو يديكم بالزيت راه ما غاديش تلصق معاكم. كنبقاو مساعدين معها وكنقرص وكنحاول انني نشكلها على شكل دائري، وحتى من الوسط البنات ما تخلوهاش خليطه. غادي تقولوا انني كيبان لكم في الفيديو رققت العجينه، بالعكس واخا ترقوها غادي تنجح معكم. شوفوا السمك راه كيبان لينا رقيق البنات، ولكن راه مزيان ترقوها باش ما تجيناش غليظه لان فيها الخميره وباش تنجح معنا العجين. واخا ترقوها كتجي رطبه وزوينه. هنا لاصوص نحاول انني نقرب لكم لاصوص كيف قلت لكم، اللي بغات تستعمل جاهز استعملوا. هنا بزاف ديال الاخوات غادي يقول لك كيبان انه بحال ديال اللي جاهز، وبزاف ديال الاخوات اللي كانوا طلبوا مني في الخاص انني نشاركوا معاهم، ان شاء الله غادي نشاركوا معكم. هنا غادي نبدا كنضيف لاصوص للعجين مباشره، ما غاديش نطيبوا العجين نصف يعني طيبه او شي حاجه، كل شيء في دقه وحده البنات. هنا كتربحوا الوقت، يعني الا كنتم مزروبين يعني بغيتو توجدوا دغيا الفطور ديال رمضان او لا يعني حتى لاخر لحظه البنات وكتوجدوها وبسرعه. هنا كنحاول ندهن مزيان بلاصوص ديال المطيشه الوجه ديال البيتزا. هنا كيبان لكم كيف قلت لكم العجين كيبان رقيق، ولكن راه غادي يجي رطب البنات، واخا يعني كيكون رقيق راه الوصفه الا تبعتوا هاد المراحل اللي درت معكم غادي تنجح معكم، واخا كتكون رقيقه كتجي رطبه البنات. هنا غادي نبدا ندير الفلفله خضراء ومن بعد غادي ندير حتى الحمراء حتى هي كنزوقوا بها. اللي ما عندهاش الفلفله ممكن دير غير البصله شويه تكون مشحره ديرها، اللي بغات ديرها خضراء حتى هي غير تكون مرقاها مزيان حسب اللي متوفر عندكم البنات في الدار هو اللي تخدموا به. صافي غادي نوزع ديك الفلفله على الدائره كامله، وغادي نبدا ندير كيف قلت لكم حتى الفلفله حمراء حتى هي غادي نبداو نديروها. هنا من بعد يعني ما وزعنا الفلفله حمراء حتى هي غادي نبداو نديرو الفيلي. كنحاول انني نوزعو حتى هو على الدائره كامله ديال البيتزا. اللي بغات تضيف الكفته فغادي تشحروها يعني غير في شويه ديال الملح والابزار وقليل من الزيت النباتيه وتا هي ممكن تزينوا بها. اللي بغات دير الدجاج دير الدجاج، يعني كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نوزع داك الفيلي على البيتزا كامله. وهنا غادي نضيف في المرحله الاخيره غادي نضيف الفرماج اللي هو كيكون محكوك بالحكاكه الرقيقه، كنوزعو على البيتزا كامله باش تا هو كيعلك لينا ديك البيتزا وكيجيبها حتى هي يعني لذيذه وزوينه. هنا من بعد ما وزعته غادي نزين بالزيتون الاسود، اللي بغات دير الزيتون الاخضر مقطع ديرو، انا درتو هنايا بلا عظم. اللي عندها يعني ديال العظم راه ممكن دير غير 5 الحبات ولا 6 تزين بهم باش يعطي واحد المنظر زوين للبيتزا ديالنا. وكيف قلت لكم اللي بغات دير يعني دير زيتون اخضر ديرو، وكيف قلت لكم راه التزيين كيبقى اختياري حسب اللي متوفر عندكم، يعني ديروا الطون اولا ديروا يعني ديروا الكفته او الدجاج ولا القمرون ولا اللي عندكم، راه ممكن ما ديروا حتى شي حاجه من هذا. كيف يعني كيبغى ولدي غادي نشاركها معكم حتى هي في هذا الفيديو، يعني راه ما كيبغيش فيها لا طون لا والو، يعني غير الفرماج ولاصوص والفلفله. وغادي نبدا كنرش واحد الرشات من الفوق بالزعتر اللي كيعطي واحد النسمه زوينه من الفوق مع الفرماج. نفس الشيء غادي نديروه حتى البيتزا الثانيه، يعني نفس الحشوه نفس العماره. صافي وهنا في هذه المرحله كيكون الفران سخون البنات، يعني سخون مزيان، وغادي ندخلوا اللاطه ديالنا الفوق والعافيه لتحت. العافيه كتكون متوسطه ماشي مهيله، يعني قد ما كانت يعني العافيه مرتفعه يعني كتوجد معنا دغيا وما يعني العجين كينجح لينا. كيف قلت لكم العافيه كتكون متوسطه واللاطه الفوق، ويعني كتخلوها حتى طيب لينا من التحت، هي راه كتحمر لينا من التحت، وغادي ننزلوها ونكملوا لها الطياب ديالها من الوجه، يعني حتى كيتعلق لينا داك الفرماج ونخلوها طيب شويه ما نزربوش عليها.
وغادي نشارك معكم حتى البيتزا اللي قلت لكم. هذه البيتزا اللي بغى ولدي يعني ما فيها لا طون لا كفته لا دجاج لا قمرون، يعني غير لاصوص والفلفله والفرماج والزيتون والزعتر فقط. كتجي حتى هي زوينه بحال اللي كيبيعوا يعني المطاعم، وحتى هي نفس الطريقه اللي غادي نطيبوا بها البيتزا الاولين هي اللي غادي نطيبوا بها هاد البيتزا. يعني تا كطيب لينا من التحت، يعني كتكون لاطه الفوق وطيب لينا البيتزا من التحت، ومن بعد كننزلوها لتحت، يعني العافيه كتكون على الوجه ديالها حتى كتحمر، وعاد غادي نتلاقاو مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزات اللي حضرت معكم اليوم. بصراحه كتجي العجينه رطبه زوينه خفيفه قطنيه، كل شيء غتوجديه في دقه واحده بدون مجهود، يعني كتختصري عليك الوقت وحتى المجهود، يعني ما غتضلي تلكي ما والو، كل شيء في دقه واحده. وها هي موجوده للفطور اللي غادي تحضري رمضان. يعني كيف يعني ما كنبغوش الاشياء اللي كتكون صعيبه وتاخذ منا الوقت، كنبغوا نوجدوا شي حاجه للفطور ديال رمضان، كنبغوا نوجدوا ليه شي حاجه اللي كتكون سهله وما تاخذش منا الوقت لا في الوقفه لا في يعني في الوقت لا في اي حاجه. كنبغوا شي حاجه اللي تكون عمليه دغيا توجد معنا، فكنحاول انني نقربها لكم. كيف كتشوفوا العجين واخا رقيق راه رطب البنات، كتجي كيف قلت لكم قطنيه خفيفه. من اليوم غادي تولي هي المعتمده عندكم. فكنتمنى فيديو اليوم انه ينال اعجابكم. ما تنسوش جيم الفيديو وتبارطاجيوه مع الاهل والاحباب ديالكم، وان شاء الله اللي جربتها تخلي لي تعليق في هذا الفيديو، واللي ما فهمت شي حاجه راه ممكن تخلي لي السؤال ديالها وان شاء الله نجاوبها في الفيديو الاخر ان شاء الله. فكان نتمنى انكم ان شاء الله تجربوها تاكلوها بالصحه والنفع. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.